السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة القصة شيقة جدا، تابعوا الأحداث للآخر لأنكم هتتصدموا في الآخر. بتقول صاحبة القصة: أنا منال، عندي 38 سنة، متجوزة أو تقدروا تقولوا مطلقة، لسه مش عارفة مصيري إيه. تعال أحكي لكم قصتي من الأول عشان تفهموني أكتر. أنا الحمد لله كنت وأنا بنت شايلة مسؤولية نفسي، وقلت خلاص كفاية كده على بابا وماما، طالما الحمد لله بشتغل ومعايا الفلوس اللي تكفيني، ملوش لازمة أفضل أشيلهم همي ومسؤوليتي. المهم اتخرجت الحمد لله من كلية آداب بتقدير كويس قوي، واشتغلت مدرسة إنجليزي، وما كنتش حابة أبدا إن أنا أتجوز غير لما أعمل حاجة لنفسي. كنت دايما حابة إن أنا أكون مستقلة بذاتي، ويكون معايا فلوس لو حصل لي أي حاجة أقدر أقف وأعمل لي حاجة تنفعني وتعيشني عيشة أفضل. ما اكتفيتش بشغلي في المدرسة، لأ، ده أنا بقيت كمان أدي دروس للقرايب وللجيران وكمان الولاد اللي معايا في المدرسة. والحمد لله اتعرفت جدا في المنطقة وفي المدرسة عندنا، وبقى يجيلي أولاد كتير، والحمد لله ربنا كرمني قوي من فضله، ووسعت على نفسي وعلى أهلي، وبدأت الحمد لله أستقر ماديا. بعدها بفترة لقيت واحد زميلي بينادي عليا وبيقول لي: ممكن بعد المدرسة أقعد وأتكلم معاكي؟ بيني وبينكم كنت بدعي إني يقول اللي في بالي، واللي في بالي إني يطلع عايز يتجوزني أو يكون حتى بيفكر فيا. واليوم ده ما قعدتش ولا على حامي ولا على بارد، مستنية بفارغ الصبر إن اليوم يخلص بأي طريقة. والحمد لله اليوم خلص، واستنيت بس ما لقيتوش. سألت عليه زمايلنا، قالوا ده مشي. استغربت جدا الصراحة واتضايقت قوي، يعني بتديني ليه ميعاد طالما انت هتمشي؟ ومش قادرة اقول لكم اليوم ده كنت متضايقة فيه قد ايه. خدت نفسي ومشيت وروحت البيت. تاني يوم لما روحت المدرسة قلت لو قابلته مش هتكلم معاه ولا هبصله. بعدها لما شافني لقيته بيقول لي: أستاذة منال، ممكن معلش تسمعيني؟ سامحيني والله أنا نسيت الميعاد امبارح وروحت على طول، لأني متعود إن أنا أروح على طول بعد المدرسة، فعشان كده نسيت الميعاد. قلت له: نسيت؟ طيب عامة حصل خير، بعد إذنك. قال لي: استني بس، الصراحة أنا عاوزة أتقدم لك وأدخل الباب على طول، ممكن رقم والدك؟ أنا اتكسفت قوي، وللأسف بان عليا الفرحة، بس اللي كنت مستغرباه إن كان بيتكلم معايا بكل هدوء. عارفين لما حد يكون عاوز حاجة لمجرد إن عاوزها وخلاص، بس هو مش محتاجها؟ المهم قلت في بالي: ما هو الجواز كده، اللي بيتقدم لحد في الأول بيكون مفيش أي مشاعر ما بينهم، بعد كده بيبتدوا بقى يبقى في مشاعر. واديته رقم والدي، بس استغربت قوي لما لقيته عدى يوم واتنين وتلاتة وما كلمش بابا زي ما قالي. وبعد اليوم التالت لقيته كلم بابا، قلت الله أعلم بظروفه، وطالما هو كلم بابا يبقى فعلا جد. وفعلا جه قابل بابا وقعدنا أنا وهو مع بعض. أنا من الأول موافقة عليه أصلا، بس لما مشي سألت بابا قلت له: إيه رأيك؟ لقيته بيقولي: الصراحة يا بنتي أنا مش مرتاح، بس خلينا نسأل عليه الأول وانتي استخيري ربنا. أبويا سأل عليه وسمع عنه كلام طيب، وإن هو شخص في حاله هو وأهله ومالوش في الكلام الكتير ولا كلام مع حد. وأنا كنت دايما أقول لأبويا: أنا شايفة يا بابا إن هو فعلا شخص محترم، مش بيتكلم كلام وحش مع زمايله البنات، عامل حدود لنفسه بالاحترام وبالأدب والكل بيحترمه. وللأسف هو فعلا كان كده، بس مش مخلي أي حد في المدرسة يدخل معاه في أي تفاصيل في حياته، التعامل في إطار الشغل بس، فبالتالي محدش يعرف عنه أي حاجة غير إن هو شخص كويس ومحافظ. المهم يا جماعة الخير، اتخطبنا، وبعد الخطوبة حصلت حاجات سيئة كتير تعرفني إني بلاش أكمل. وياريت منه، بس ده منه ومن أهله، أو بالأخص أمه. حاولت أقرب منه ويكون في أي حوار وكلام، بس كان كل الكلام بيدور حوالين: ازيك، عاملة ايه، الحمد لله، طيب معلش أنا هقفل عشان ورايا شغل، معلش أنا هقفل عشان ورايا مشوار. للأسف أنا كنت لاغية عقلي تماما، كنت ماشية بقلبي، وكنت دايما أقول الجواز هيعودنا على بعض وهيخلينا نحب بعض، لحد ما اتجوزنا فعلا. ولما دخلنا لقيت أمه مكشرة جامد جدا وبتقولي ألف مبروك، وراحت مشيت على طول من غير أي كلام. قفلنا بابنا ولقيته بيقولي: ألف مبروك يا عروسة، ويلا ادخلي غيري لبسك وتعالي عشان عاوزة أتكلم معاكي شوية. طريقته خوفتني. اليوم اللي أي بنت بتكون طايرة من الفرحة وحاسة بأحاسيس حلوة كتير، أنا كنت حاسة بمصايب هتقابلني. قلت مسبقش الأحداث، غيري لبسك وشوفي هو عايز يتكلم معاكي في ايه. غيرت لبسي ورحت وقلت له: امرني يا حبيبي، محتاج تتكلم معايا في ايه؟ واللي قاله وعرفته محدش يتخيله. انا من الصدمة كنت حاسة اني خرصيت. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.